زي ما في ناس مظلومة في ناس ظالمة، وأولهم من الناس الظالمين البعض منهم، مش كلهم، البعض منهم في سواقين التوك توك، وتحديدا وبكررها مرة تانية، البعض منهم في سواقين التوك توك مش كلهم. من المواقف اللي حصلت قدام عيني دلوقتي واللي تصعب على الكافر وتخلي الواحد يحزن، اولا يحزن على نفسه، يحزن على البشر، يحزن على السلوكيات اللي حاصله. سواق توك توك وامرأة، المرأة وقفت سواق التوك توك، بتقول له انا عاوز اروح البلد الفلاني، قال لها اوديكي كامل اجرة، قال لها الاجرة 30 جنيه. قالت له ازاي 30 جنيه؟ ده الاجرة 15 جنيه. فطبعا الولية ما تحتكمش غير عليه 15 جنيه على ما اظن، يعني على ما اتوقع، لانه قعدوا اكتر من 5 دقائق هو يتل معاها الاجره 30 جنيه ست، وهي تقول له 15 جنيه، 30 جنيه ست وهي تقول له 15 جنيه. فبتاع التوك توك بيحلف لها، بيقول لها والله لو هتمشي مشي التوك توك ما تركبي فيه، والله لو هتمشي مشي التوك توك ما هتركبي فيه. ايه السلوك اللي حصل من بتاع التوك توك والمرأة المسكينة؟ مش عارف بتاع التوك توك ليه كده او عمل كده، ما تعرفش. كل اللي فهمته منه انه انا عارفك وانك انت مش هتدفعي فلوس، فقلت يمكن بتاع التوك توك شافها قبل كده. فعاوز اقول عليه العوض ومنه العوض في السلوكيات الاشخاص وسلوكيات الناس على اللي بيحصل وبنشوفه في الشارع من عدم احترام ومن عدم سلوك طيب ومن عدم تقدير للناس. يمكن انت لو شفت المرأة دي اما معاش فلوس، يا اخي خد اللي معاها ووديه، بدل ما هي تمشي في الشارع ده يتعرض لها وده يقول لها كلمة او ده كذا او ده كذا. انت يمكن شلت حاجة يعني ربنا يجازيك بها خير. ممكن تكون اختك اللي ماشية في الشارع، ممكن تكون امك ماشية في الشارع، وممكن تكون بنت عمك ماشية في الشارع ويحصل لها اللي حصل دي، وانت اتمنعت من فعل الخير او توقف جنبي. يمكن ربنا كان هيعطيك خير اكتر وانت قطعته بيديك في عدم وجودك للخير. فمع نقول في البعض بيعمل خير والبعض سلوكه مش حلو. موقف حزني وموقف خلاني في أشد الحزن، ودلوقت توقعت أو على ما أظن عليه العوض ومنه العوض فينا جميعا.